يلا بقى بينا نعمل صينية بطاطس كده زي العسل، حاجة كهرمان. بصوا دايبة كده تدوب كده في البق، حاجة عظمة من الاخر. بس اهم حاجة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة او الصفحة على حسب ما بتشوفوني. يلا بينا نبدأ ونصلي على النبي. اول حاجة انا جبت اي حلة عندك. اول حاجة هنعملها هي الطماطم. ان انا جبت 3 معالق من الزيت الكبار ونزلت بيهم، وطبعا بعمل تيست ان انا برمي حتة بصلايه كده، اشوف الزيت لو سخن اروح منزله بيه بصلتين مشروطين حلو. وبعد كده هديهم تقليبه زي ما انتوا شايفين كده، هديهم اللون بس اللي هو مصفر حاجه بسيطه، وهنزل بيهم بالطماطم بتاعتهم. وهروح نازله بشويه ورق لوري حلوين كده، وهنزل بحوالي نص معلقه من الصغيره فلفل اسود، وهروح نازله بنص معلقه برضو كمون، ونص معلقه كزبره، ونص معلقه بهارات فراخ، واروح نازله بيها برضو في الصلصه. وهنزل بحوالي 3 معالق من الصغيرين ملح، وهديها تقليبه كده وهسيبها تتسبك مع نفسها، واروح اشتغل في الحاجات التانية. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت صينيه كده، طبعا انا مخرطه البطاطس ومقطعاها شرايح زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا ارصها، وهجيب الفراخ وهرصها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. هحاول ان انا هخلي البطاطس فوق جنب الفراخ شويه، بتعمل شكل وحاجه شكلها بتبقى تحفه جدا وجميله. دي بسم الله ما شاء الله فرخه. فطبعا انا قطعتها ل4 قطع، وحاجتها برضو الكبد والقوانص والاجنحه هحطها برضو معاها، وهتشوفوها هتبقى حاجه يعني حاجه عظمه من الاخر. امشي على التركايه اللي انا بقولها، هتطلع معاك صينيه البطاطس زي العسل، هتستاهل بقك بصراحه. بعد كده زي ما انتم شايفين انا رصيت البطاطس كلها كده، وهبتدي ان انا ادقها شويه، ان انا عايزه الفراخ تبقى فوق عشان خاطر هتعرفوا ليه دلوقتي. وهبتدي ان انا اظبط فيها. اهم حاجه يا حبيبتي يلي بتشوفيني يلي عيونك زي العسل، انتي تروحي حطالي متابعه، علشان خاطر الصفحه او القناه مش هتكبر غير بيكو يا احلى فانزات في الدنيا كلها. فزي ما انت شايفه كده انا رصيتها وخلاص، وهبتدي ان انا بقى اظبطها كده واظبط الشكل بتاعها. هروح مثلا جايبه شويه فلفل اسود برضو، واروح رشاهم كده على الفراخ، وهروح جايبه شويه ورق، وهبتدي ان انا افردها كده، واروح جايه بقى نازله بالطماطم الحلوه بتاعتنا اللي انا سبكتها. طبعا لو انت بتحبيش الطماطم كتير ممكن ان انت تقلليها، بس انا من النوع اللي بعشق الطماطم الكتير. وطبعا هبتدي ان انا هروح حطاها على الفرن على النار لمدة حوالي كده نص ساعة. هي خدت نص ساعة بالظبط زي ما انت شايفة كده، يعني حاجة عظمة. وبعد كده شلتها حطيتها حوالي 10 دقايق بس في الفرن، زي ما انت شايفة عظمة. قسما بالله تستاهل بقك، وحاجة يعني جامدة جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي. سلام. خلاص كده خلصنا الفيديو.